طب انتوا في خلافات ما بينكم كلكم، حتى لو خلافات قديمه وهددتوا الناس وقلت لهم اطلعوا من هنا يا اما هنخلصوا عليكم، والناس مشيوا وراحوا قعدوا في مكان تاني، وفي الاخر برضو جايين تعملوا كده. ده غير كمان ان انتوا حتى يعني ما احترمتوش الطفل الصغير. ذنبه ايه الطفل الصغير انه يتضرب بالطريقه دي؟ يا عم مشكلتك مع الراجل الكبير مش مشكله، لكن ذنبه ايه الطفل الصغير يعيش بيعاني طول حياته، يعيش وهو شايف ابوه كده مذلول ومكسور قدام عينه، معرفش يدافع عنه. كان بيدافع عنه كان هيموت. لولا الراجل المحترم اللي اتدخل اللي كان لابس كحلي ده، كان زمان حصلت حاجة تانية أكبر من كده. بجد أنا مش عارف احنا رايحين على فين. يعني ربنا يرحمنا برحمته. كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية اللي بتنظف أول بأول على قد ما تقدر، ولكن بجد نتمنى إن يكون عقاب أي حد يتقبض عليه أو يتمسك يكون عقاب يستاهله، عقاب يخليه ما يعملش كده تاني، ولا هو ولا غيره يفكر في حاجة تاني زي كده. سلام. مش عارف أقول إيه بجد، والله حسبي الله ونعم الوكيل.